أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. اقرأ من قول الله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم الصفحة 230. رقم السورة 11. سورة هود. سورة هود نزل في مكة المكرمة ولها 123 آية. رقم الجزء 12. سورة هود يبدأ من جانب يمين وينتهي في جانب يمين أيضا، ولها 7 أوراق، وهو يبدأ من صفحة 221 وينتهي في صفحة 235. وهذه الآية في جانب يسار. الآية أول الصفحة: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. الآية وسط الصفحة: وجاءه قومه يهرعون إليه. الآية آخر الصفحة: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. أليس منكم رجل رشيد. قال لقد علمت قالوا إنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم
أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. اقرأ من قول الله تعالى وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم الصفحة 398. رقم السورة 28. سورة القصص. سورة القصص نزل في مكة يقرأ دوامه بأنها مشابهة. سورة العنكبوت. سورة العنكبوت نزل في مكة المكرمة ولها 69 آية. سورة العنكبوت يبدأ من جانب يسار وينتهي في جانب يسار أيضا ولها 4 أوراق، وهذه الآية في جانب يسار. الآية أول الصفحة فأنجيناه وأصحاب السفينة. الآية وسط الصفحة أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. الآية آخر الصفحة والذين كفروا بآيات الله ولقائه. رقم الجزء 20. ورق التاسع من جزء 20. والورق الأول من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اقرأ من قول الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم الصفحة 463. رقم السورة 39. سورة الزمر نزل في مكة المكرمة ولها 75 آية. سورة الزمر يبدأ من جانب يسار وينتهي في جانب يمين، وهو يبدأ من صفحة 458 وينتهي في صفحة 467، وهذه الآية في جانب يمين. رقم الجزء 24. ورق الأول من هذه الجزء، والورق الثالث من سورة الزمر. الآية أول الصفحة: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. الآية وسط الصفحة: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين. الآية آخر الصفحة: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بين لنا هذه المعاني مرية. المعنى هذه الكلمة شك عظيم ما وصى ما أمر به وألزم بمعجزين بفائتين من العذاب بالهرب أصفاكم بالبنين. المعنى هذه الكلمة أخلصكم وآثركم بهم يدعون فيها. المعنى هذه الكلمة يطلبون فيها.